هل انتصرت مصر في معركتها السياسية والدبلوماسية قدام إسرائيل لإنقاذ شعب غزة ومنع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ولا مين اللي انتصر؟ طب تفتكر ايه الهدف الحقيقي من ورا الخطة بتاعت الحاج ترامب؟ وهل هي فعلا خطة من اجل السلام لغزة ولا وراها شوية حاجات تانية مش باينة بقى لحضراتكم؟ طيب، هل حل ترامب للأزمة ممكن يفتح فعلا أبواب للسلام ويحول غزة لريفيرا جديدة زي ما بيقول، ولا جوه المبادرة دي أبواب تانية مخفية محدش واخد باله منها؟ ورغم ان مجرد وقف اطلاق النار على اهل غزة ووقف الابادة الجماعية هو كان مطلب لمصر والعالم كله طول الفترة اللي فاتت، وبالفعل مصر نجحت في تحقيقه، لكن نسأل نفسنا سؤال مهم جدا: ايه هو تأثير المشروع الترامبي على مصر في المستقبل؟ وهل مؤتمر شرم الشيخ للسلام يوم 6 أكتوبر 2025 هيبقى هو بداية الحل؟ وايه هي السيناريوهات المتوقعة للمستقبل القريب كمان زي كل اللي بيحصل دلوقتي؟ لو عايز تعرف الإجابات دي يلا بينا. يلا. أهلا بحضراتكم في بودكاست رايح جاي. النهاردة احنا واقفين قدام لحظة فارقة في تاريخ غزة والمنطقة كلها، لحظة بيحاول ترامب فيها يقدم خطة سلام جديدة. سؤال لحضراتكم: هل انتصرت مصر في معركة سياسية ودبلوماسية ضد إسرائيل؟ وهل مؤتمر شرم الشيخ يوم 6 أكتوبر لوقف الحرب واللي هيحضره ممثلين غير مباشرين عن إسرائيل وحماس وستيف ويتكوف مبعوث ترامب وجاريد كوشنر مصمم صفقة القرض القديمة سنة 2020 واللي فشلت واللي هيكون لها دور في اللجنة اللي هيشكلها ترامب لإدارة قطاع غزة؟ السؤال هنا: هل بدأ تنفيذ خطة انسحاب مقصود تحديدا في اليوم ده يوم 6 أكتوبر؟ وسؤال تاني مهم جدا: هل هي خطة سلام ولا خطة إنقاذ لإسرائيل وتثبيت وجودها في غزة؟ لأن بنود الخطة اللي بيتكلم عنها الحاج ترامب خطيرة جدا، لأنها بتحدد شكل المنطقة في المستقبل القريب. واللافت بقى للنظر يا دكتور أحمد إن الخطة دي طلعت بعد ما دول أوروبية كبيرة جدا زي بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وأيرلندا أعلنوا دعمهم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين واعترفوا رسميا بدولة فلسطين. كمان دول زي كندا واستراليا وبدأوا يتبنوا فكرة حل الدولتين لأن هو ده السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية، خصوصا كمان بعد ما قامت مظاهرات بالملايين في كل العالم ضد إسرائيل وطالبت بتحرير فلسطين وإن إسرائيل دولة عنصرية، واتظاهروا حتى ضد الحكومات بتاعتهم اللي بتدعم إسرائيل. ودي أول مرة تحصل في الغرب بالذات ضد إسرائيل، واللي عملت قلبان داخل الكيان الإسرائيلي كله. العالم كله دلوقتي ماشي في اتجاه معين كده اللي هو عزل إسرائيل سياسيا وبيضغط عليها وعلى كل اللي واقفين معاها دوليا بعد اللي حصل في غزة. بالظبط، إسرائيل اتعزلت، وزي ما شفنا مشهد انسحاب أغلب الوفود في الأمم المتحدة وقت كلمة نتنياهو. عايز أقول لك إن الوضع في غزة كمان وحسب تقرير IPC والوكالات الأممية كمان أصبح كارثة بمعنى الكلمة. تصور ان اكتر من نص مليون انسان في غزة حاليا دخل مجاعة حقيقية، وبحلول نهاية سبتمبر ده اللي فات في 640 ألف شخص في المرحلة الخامسة اللي هي الكارثية، وفي مليون و140 ألف في حالة طوارئ، وفي 396 ألف في أزمة. ده غير ان في 98% من الأراضي الزراعية اتدمرت، 9 من 10 أشخاص بقوا نازحين، النظام الصحي انهار تماما. وفي يوليو اللي فات ده في 12,000 طفل مصابين بسوء تغذية حادة، في تهديد لحياة 43,000 طفل و55,000 امرأة حامل. الأمم المتحدة اعتبرتها المجاعة الأولى المؤكدة في الشرق الأوسط. ده غير أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت تتحرك فعلا بتحركات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. فعلا ده حقيقة يا دكتور أحمد، لدرجة إن في وكالات أممية كتيرة جدا زي بقى الفاو واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. كل المنظمات دي أصدرت بيانات مشتركة لأول مرة في التاريخ في رسالة سياسية قوية جدا لإسرائيل، وطالبوا بيها بكذا مطلب زي مثلا وقف إطلاق النار الفوري ويكون وقف إطلاق مستدام ووصول آمن كبير جدا للمساعدات اللي بتخش لغزة في طول الوقت، وكمان إعادة إنتاج الأمن الغذائي الموجود داخل غزة، بالإضافة طبعا للخدمات الصحية اللي بتوفرها المنظمات الصحية زي الهلال الأحمر المصري اللي بالمناسبة موجود داخل قطاع غزة في الوقت الحالي. وعشان كل ده بالإضافة لضغط الشارع العالمي في مشهد تاريخي، تم على أرض الواقع فرض عزلة دولية على إسرائيل من أغلب دول العالم،
وده خلى ترامب اللي عاوز يظهر قدام العالم برجل السلام ورجل الصفقات يقدم مبادرة لخطة انسحاب أولي بخريطة مفصلة بمناطق الانسحاب تنسحب منها إسرائيل تدريجيا. ودي مناورة ذكية ينقذ بيها إسرائيل من العزلة دي اللي اتفرضت عليها من أغلب دول العالم، وهو نفسه قال كده في تصريح معلن. وزي ما أنقذها من صواريخ إيران قبل كده لما ضرب إيران ضربة موجعة بعد حرب ال 12 يوم، واللي إيران نفسها خرجت منها بخسائر كبيرة. دلوقتي ترامب بيرجع يلعب نفس اللعبة بإنقاذ إسرائيل، لكن المرة دي عن طريق غزة. وخلي بالك إن في شك إسرائيلي داخلي في الموضوع ده. يعني إيه؟ يعني إن الأزمة لنتنياهو بقت جوه إسرائيل، في مظاهرات ضده في تل أبيب بسبب طول الحرب، الصراع بين نتنياهو وحلفائه اليابانيين زي بن جفير وسموتريتش معترضين أصلا على خطة ترامب، غير الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بين أسر الأسرة اللي عايزين الصفقة واليمين المتشدد اللي رافض أي تنازل وحتى لو هيموتوا الأسرة دول. طب تعرف يا دكتور احمد ان اسرائيل رغم كل ده لسه بتضرب الفلسطينيين لحد دلوقتي، وموتوا امبارح اكتر من 70 شهيد لحد دلوقتي، من امبارح لحد دلوقتي مالهمش عهد ولا دين زي ما احنا عارفين. ولكن السؤال المهم بقى، ايه هي تفاصيل الخطة دي؟ وازاي مصر انتصرت فيها سياسيا ودبلوماسيا؟ وهل في حاجة ممكن تضر مصر مستقبلا او تضر فلسطين في المستقبل بخصوص خطة ترامب؟ باختصار كده، ايه اللي مخبيه الحاج ترامب ونتنياهو جوه الخطة دي بقى؟ طب خلينا نبدأ نرد على الأسئلة دي واحدة واحدة. الخطة يا دكتور محمد بتتكون من 20 نقطة ممكن نلخصها في محور سياسي بوقف إطلاق النار وإدارة غزة بلجنة مؤقتة من تكنوقراط فلسطينيين تحت رقابة دولية، ومحور أمني بينزع سلاح حماس ويفرض منطقة أمنية حوالين غزة ومراقبة للحدود، وكمان محور اقتصادي بيقدم مساعدات عاجلة وده مهم طبعا، وإعادة بناء البنية التحتية اللي اتدمرت وعمل استثمارات جديدة كمان، وده كله بدعم دولي وعربي، ومراقبة دولية لإعادة الإعمار ومنع التهجير القسري، وده اللي يهمنا. حلو قوي الكلام ده، بس الناس اكيد عاوزه تعرف تفاصيل اكتر يا دكتور احمد. احنا مش مجرد هنديهم عناوين كده صغيره، احنا عاوزين تفاصيل التفاصيل. طب تعالى نبدأ بالمحور السياسي، وده فعلا المحور اللي بيحدد شكل السلطة في غزة. الخطة هنا مش بتدي للفلسطينيين دولة كاملة، خلينا واضحين، وهي دولة صحيح لكن منزوعة السلاح من غير سيطرة حقيقية ولا على الحدود بتاعتها ولا الأجواء كمان في السماء. بس خلينا نبدأ نرحم الناس الأول، لأن ما حدش هيستحمل اللي هم مستحملينه بصراحة. وخلينا في أول خطوة هتتم يوم 6 أكتوبر بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والأسرى بعد موافقة حماس هيتم إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين سواء أحياء أو أموات مقابل إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين، ودي خطوة مهمة لتقليل التوتر بس بشروط شديدة جدا. كمان السلطة في غزة هتتنقل من حماس لمجلس سلام برئاسة ترامب ومعاه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، وكمان من العرب البلياردير نجيب ساويرس. خلي بالك رئيس الوزراء البريطاني ده خلاص سابق، توني بلير ده اللي كان مشارك في الحرب بتاعت العراق الثانية اللي احتلوا بيها العراق. المهم وهيكون في إدارة لغزة، وهتكون الإدارة دي إدارة مؤقتة من هيئة فلسطينية تكنوقراط ومستقلة تحت إشراف دولي كامل. هيمنعوا توحيد غزة كمان مع الضفة، فمش مسموح بإعادة توحيد القطاع مع الضفة حاليا ولا قريب زي ما يبدو يعني، بس ممكن الموضوع ده يحصل بعد 4 سنين. أما بالنسبة للضفة الغربية فترامب رفض كمان ضم الضفة الإسرائيلي، ودي ضربة جامدة جدا للمخطط الإسرائيلي، وتحس بدور مصر والعرب وراه لأن ده ضد فكر نتنياهو وحكومته. بس السؤال هنا، هل هتتنفذ فعلا؟ والضغط المصري نجح في منع التهجير القسري للفلسطينيين خلاص، بس اللي عايز يهاجر يقدر، لكن هل هيقدر يرجع بعد كده كفلسطيني؟ مجرد سؤال لازم يتردد. كمان الخليج ومصر ودول أوروبية هيساعدوا في إعادة إعمار غزة، والفلوس هتكون تحت رقابة صارمة عشان ما تروحش لتمويل الإرهاب، والولايات المتحدة هتضمن حماية إسرائيل من أي هجوم بعد تنفيذ الخطة. في بقى مشكلة كبيرة ومهمة في الموضوع ده وهتظهر مع الوقت، محور فيلادلفيا هيفضل تحت السيطرة الإسرائيلية زي ما ظاهر على الخريطة تاني، وده معناه ان لازم مصر تاخد بالها من اي تهجير محتمل للفلسطينيين عبر حدود رفح، ومراقبة ممر فيلادلفيا وتأمين حدودها، ومنع ان غزة تتحول لملف
يستنزف مصر سياسيا واقتصاديا. يعني باختصار كده نقدر نقول ان المحور السياسي كله بيختصر ان اسرائيل في موقع القوة دلوقتي والفلسطينيين تحت اشراف دولي يا ولدان. يعني مصر طبعا لازم تتابع كل خطوة من دي عشان تحمي مصالحها وامنها القومي. فبالتالي الموضوع مش سهل خالص يا دكتور احمد. نيجي بقى للمحور الامني يا دكتور احمد، لان انا شايف ان فعلا المحور ده هو اللي بينجح الخطة على الارض. وهنبدأ بنزع سلاح حماس، ودي اول حاجة هتتنفذ فيها هو ان حماس تفكك تسليحها كله، وده عن طريق قوة عربية دولية. ومن المرجح يعني الكلام اللي بيتقال ان الدول العربية دي هي مصر، لكن القوة الدولية لسه مش متحددة حتى الآن. وإن كانت حماس بقى بتتكلم عن احتفاظها بسلاحها لحد ما تسلمه للدولة الفلسطينية الجديدة، وده معناه خناقة جديدة متوقعة بقى في الموضوع ده مع نتنياهو اللي هدد بنزع سلاح حماس، يا بطريقة دبلوماسية يا بطريقة عسكرية بالعافية يعني. بس أنا شايف إن كل ده في إيد مصر، إنها تحله بالضغط زي ما حصل مع تركيا وقطر، واللي بالمناسبة دلوقتي سبحان الله وقفوا في صف مصر. تحس سبحان الله كده ان ده انتصار تاني لمصر. اما البند التاني بقى اللي هو العفو عن قادة حماس، وبالنسبة لقادة حماس زي خليل الحية وخالد مشعل فهيتم منحهم عفو دولي كده وخروج آمن لدولة تانية غالبا هتكون يا قطر يا تركيا. اما المنطقة الامنة اللي بيتكلم عنها ترامب ونتنياهو فهم هيعملوا منطقة امنة حوالين غزة من ارض غزة نفسها. يعني تخيل كده هيقللوا مساحة غزة نفسها، وده هدفه مهم جدا عشان يمنع اي طوفان اقصى جديد زي اللي حصل معاهم من سنتين. يعني بالبلدي كده عودة لفكر السجن المفتوح للغزاويين بس بشكل جديد ومختلف. وعلى الرغم من ان نتنياهو قال ان اللي هيحصل في غزة هو انسحاب تدريجي من القطاع، ولكنه ما تحددلوش اي اطار زمني لحد دلوقتي، وان كل ده هيحصل هو اعادة انتشار او تموضع للقوات الاسرائيلية في غزة. وحماس خلاص هتكون بدون سلاح زي ما قلت، والانفاق هتتدمر والحدود هتتراقب دوليا عشان ما يحصلش اي تهريب للاسلحه من اي حاجه. يعني اي قوة مسلحة فلسطينية اصبحت شبه منعدمة. كل خطوة في الخطة دي تحت اشراف خارجي، وبالتالي رغم كل ده مصر لازم تكون متأهبة لاي موقف طارئ، لان هيكون عليها مسؤوليات كتيرة زي ما انا شايف. يعني لان خطة زي دي ما ينفعش تتنفذ من غير مصر ما تشرف على تنفيذها. بس نيجي بقى للمحور الاقتصادي لغزة من خطة ترامب، ودي اهم حاجة للناس في غزة لان ده هيحسسهم بالامل. اهم حاجة فيه وبسرعة كده هو فتح باب للمساعدات الانسانية لسكان غزة، واعادة بناء البنية التحتية اللي دمرها الكيان العبري زي المدارس والمستشفيات والمرافق العامة. طبعا كمان هيشجعوا الاستثمار في مشاريع اقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي، والناس هتشتغل وتقبض. وفي الخطة في تقديم تعويضات للمتضررين من الحرب دي بما فيها الأسرى وعائلتهم، وده ما يعوضش روح واحدة لكنه سند مؤقت للناس على الأقل يعني. وفي الخطة دي هيكون إنشاء المشاريع التنموية كمان لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة في القطاع. الخطة دي مؤلمة لإسرائيل ونتنياهو وشلته كلها تحديدا. مصر وقطر وتركيا قدامهم تحديات كبيرة، لأن هل حماس هتوافق على نزع السلاح فعلا؟ هل هتقبل الإدارة الدولية؟ صعب جدا، لأن الطرفين بيتلاككوا لبعض أصلا، والضحية هي الشعب الفلسطيني. دي الحقيقة. يعني المحور الاقتصادي كده هو أمل الناس في الحياة، لكنه مربوط برضه بالسيطرة من الدولة الضامنة لتحقيق المحور ده. وبالتالي بعد ما قسمنا الخطة ل3 محاور، واضح جدا ان كل محور فيه مكاسب كبيرة جدا لإسرائيل وبرضه شوية مكاسب كده للفلسطينيين، ولا ايه؟ وخلي بالك ان اسرائيل رفضت النقطة رقم 21 اللي كانت بتدي للفلسطينيين مجرد اشراف رمزي على الحدود، واللي اتشالت بالكامل، وبكده تكون دولة فلسطين حبيسة في ارضها وكأنه سجن مفتوح زي ما قلنا قبل كده. طب يا دكتور احمد، يا ترى ايه هو رد حماس؟ عاوزين نعرف رد حماس هيكون ايه؟ حماس وافقوا في بيانهم الرسمي على فكرة. ووافقوا على ايه بقى؟ وافقوا على الافراج عن الاسرى الاسرائيليين سواء احياء او جسامين حسب قواعد التبادل. وافقوا كمان على اداره غزه بواسطه هيئه فلسطينيه مستقله تكنوقراط يعني تحت اشراف دولي. ورفضوا اي تهجير قسري للفلسطينيين مع السماح بحريه العوده للي عاوز، وان كنت اشك ان ده ينجح يعني. وانهم على استعداد للتفاوض لمناقشه تنفيذ الخطه مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينيه. يعني باختصار حماس مستعده للتفاوض، لكنها مش موافقه على كل البنود، خصوصا نزع السلاح والرقابه الدوليه. عارف ايه رد ترامب وحكومته على كده؟
ترامب اصدر بيان غريب كده بيخوف فيه حماس، وقال ان حماس لو ما قبلتش بالخطه بتاعتنا قبل يوم الاحد الساعه 6 مساء بتوقيت واشنطن هيتحملوا عواقب غير مسبوقه، وهيفتح عليهم ابواب الجحيم على حد تعبيره يعني. كمان ده وضح ان اسرائيل هتستمر في اي عمليات عسكريه محتاجاها، وطبعا بدعم امريكي كامل. بس هو على فكره للامانه طلب من نتنياهو يوقف الضرب لحد ما يشوف رد حماس، وبيديهم كمان فرصه 72 ساعه لتجميع الاسرى ال 48 واحد سواء احياء او ميتين لتسليمهم اثناء الصفقه في التبادل. اما بقى بنيامين نتنياهو فهو غصب عنه كده رحب بالخطه وهو بيجز على اسنانه، وقال وهو مش مبسوط: انا بعتبرها بتحقق اهداف اسرائيل، خصوصا ان هدفه هو تفكيك القدرات العسكريه لحماس وضمان اطلاق الاسرى، لكن وصف رد حماس بالرد السلبي. ومع ذلك هو مش شايف اي خيار الا متابعه تنفيذ الخطه، والا ترامب هيسيبه لوحده وهيقلب عليه هو كمان. حتى ترامب بنفسه قال ان بيبي زي ما بيسموه عندهم يعني ما عندوش حل غير انه يوافق على الخطه اللي هو حطها عشان يخرجوا منتصر على حد تعبيره يعني. بالنسبة بقى لمواقف بعض الدول العربية، فمصر دعمت الخطة بدون أدنى شك مع بعض التحفظات، لأنها شايفة أن الخطة فيها فجوات في آليات تنفيذ وضمانات نزع السلاح. أكدت تاني بقى على إيه؟ على رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين، والسعودية من ناحيتها دعمت الخطة بكل بنودها ولكن بشكل مبدئي. أما تركيا بقى فالخطة واضح أن أردوغان بيضغط جامد على حماس عشان توافق، وبيدعم كمان الخطة عن بدعم قوي جدا جدا، لكن طالب بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على غزة لضمان نجاح الخطة. لكن للأسف الشديد إسرائيل قالت إنها هتاخد أوضاع دفاعية لحماية نفسها في غزة، وده بيفتح لها سكة قتل جديدة للفلسطينيين بشكل يومي للأسف الشديد. كده الموقف الحالي معقد جدا. حماس موافقة جزئيا، بس لسه في مشاكل من ناحيتهم ممكن تفجر المفاوضات، وأهمها رفضهم لنزع السلاح بالكامل. إسرائيل مستعدة بسبب الضغط الأمريكي عليها، لأن ترامب ضاغط بقوة، بس نتنياهو بيتلكك بسلاح حماس. قال إن لو ما سلمتش حماس سلاحها بالكامل دبلوماسيا هيخليهم يسلموه عسكريا وبالقوة. أما الدول العربية فهي دعم الخطة لكن بشروط ومخاوف كمان من أي خلل في التوازن الأمني والسياسي بين الطرفين، ويرجع الوضع لنقطة الصفر. وقتها الوضع هيكون صعب جدا في المنطقة. يعني احنا قدام أزمة دقيقة وخطيرة، أي خطوة غلط ممكن تؤدي لتصعيد جديد. بس خلينا نحكي بصراحة كده يا دكتور أحمد عن السيناريوهات اللي ممكن تحصل دلوقتي بعد رد حماس وخطة ترامب. يا ترى بتتوقع إيه يا دكتور أحمد؟ أتوقع سيناريو إن حماس ترفض نزع السلاح أو قبول الإدارة الدولية لغزة. وقتها إسرائيل هتستمر في الهجمات العسكرية بدعم أمريكي كامل، والنتيجة ممكن ده يسبب موجة نزوح كبيرة للفلسطينيين وتصعيد عسكري في القطاع وتوتر إسرائيلي مع الدول العربية، وممكن تأثر على مصالح مصر على حدودها الشرقية وسيناء. يعني ممكن تقول لو السيناريو ده اتحقق لا قدر الله طبعا، إننا هنتفرج على حرب مفتوحة قصيرة المدى وأزمة إنسانية ضخمة، وأي محاولات للسلام بعد كده هتبقى صعبة جدا. طب ما نتفائل كده يا دكتور أحمد، يعني ليه كده بنشوف المشهد مشهد يعني اسود؟ خلينا نشوف السيناريو العكسي كده، ان ممكن حماس توافق جزئيا على نزع السلاح وتقبل بإدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة. كمان إسرائيل في الوقت ده هتوقف كل العمليات العسكرية بشكل جزئي وهتضمن إطلاق سراح الأسرى بتوعها. مصر والسعودية وتركيا هيتابعوا تنفيذ الدعم الاقتصادي والإنساني لقطاع غزة، وبالتالي النتيجة ممكن تكون تهدئة فورية للي بيحصل في غزة، ونبدأ بقى في إعادة الإعمار للقطاع، فرص اقتصادية، وممكن نوصل لاتفاق سلام نسبي خصوصا يعني خلال السنة دي. يعني الوضع يتحسن، وبعد فترة قصيرة ممكن يكون في دولة فلسطينية زي ما احنا بنحاول وبنقول، وبعد كده تقل المخاطر شيئا فشيئا على مصر وعلى المنطقة كلها. طب يا دكتور محمد يا صديقي العزيز، أنا أتوقع إن السيناريو ده هو الأقرب للواقع. حماس هتوافق على معظم البنود، لكن هترفض نزع السلاح بالكامل إلا لدولة فلسطينية، واحتمال تسلمه لمصر مؤقتا تحت إشراف دولي. فإسرائيل تعمل تهدئة محدودة لكن مع استمرار الضغط العسكري الرمزي على القطاع، وهتفرض شروط صارمة لأمنها، ومنها تغيير المناهج في المدارس في غزة لقبول دولة إسرائيل فوق دماغهم
عشان يحصل تطبيع مع اسرائيل اكتر في المستقبل مع دول ممكن انت بتتوقعهاش. بس ده موضوع كبير، بس لو الناس اشتركت وبعتوا لنا عشان نتكلم عليه اكتر نعمل لهم حلقة على الموضوع ده. المهم ان النتيجة هي التهدئة النسبية، وتوقع بعض التوترات ممكن توقف كل حاجة مؤقتا كل فترة، مع احتمالية بدء الإعمار في غزة. يعني ممكن نسميه استقرار هش، وأي خطأ ممكن يرجع التوتر تاني. لكن ممكن تكون في فرصة للسلام، يعني بس سلام جزئي طبعا لو كل الأطراف ملتزمة. يعني الخلاصه يا دكتور احمد ان احنا محتاجين يكون في توازن بين خطه الضغط على حماس وبين تنفيذ الخطه، يعني الحفاظ على الحقوق الفلسطينيين في المقام الاول، وامن مصر وامن المنطقه كلها في المقام الاول. مش كده ولا إيه يا دكتور احمد؟ بالظبط، وده اللي هنركز عليه في الحلقات الجاية. وقبل ما ننهي، لو عايزين نعمل حلقة عن تاريخ غزة من 4000 سنة ولحد دلوقتي ممكن تبعتوا لنا عشان نعمل الحلقة ديت. واحنا متشكرين جدا على دعمكم وتعليقاتكم الإيجابية عن الحلقات اللي فاتت، واسمحوا لنا نحط بعض من تعليقاتكم المميزة على الفيديو ده وكل الفيديوهات اللي جاية كمان. وما تنسوش لو الحلقه عجبتكم دوسوا اعجاب واشتركوا في القناه وشاركوا الحلقه مع كل اللي تعرفوهم، ونشوفكم الحلقه الجايه. ونشوفكم الحلقة الجاية.